تبدأ الحلقة الأولى من الموسم الثاني بمشهد استرجاعي يلخص اللحظات الحاسمة في نهاية الموسم الأول. نرى سونغ جين وو بطل القصة في مواجهته الملحمية ضد ملك الشياطين أنتاريس والوحوش القوية داخل البوابة الضخمة. هذا المشهد يوضح كيف تطورت قوته بشكل هائل، حيث كان في البداية مجرد صياد ضعيف من الدرجة E، لكنه بفضل النظام الذي يمكنه من رفع مستواه عبر إكمال المهام وهزيمة الوحوش تحول إلى أقوى صياد. بعد الانتهاء من المشهد الاسترجاعي تبدأ الإشعارات الجديدة بالظهور أمام سونغ جين وو. إشعار يظهر بأن هناك بوابة من المستوى S قد فتحت في مكان قريب، وهذه البوابات معروفة بخطورتها الشديدة. يظهر جين وو هادئا ومركزا على الرغم من أن مستوى التهديد مرتفع. هذا الهدوء يعكس مدى ثقته بنفسه بعد اكتسابه قدرات هائلة. قبل أن يتحرك نحو البوابة يقوم سونغ جين وو باستدعاء بعض من جنوده الظلال. هؤلاء الجنود هم وحوش وأعداء سابقين هزمهم وقام بتحويلهم إلى جزء من جيشه. يضع جين وو خطة سريعة لتحصين المنطقة المحيطة بالبوابة من خلال توزيع جنوده. يظهر بعض الصيادين من النقابات المحلية، ومن بينهم بعض الذين يعرفون قوة جين وو ويبدون احتراما واضحا له. يطلب من سونغ جين وو تقييم البوابة قبل أن يقرروا التحرك. بينما يقف أمام البوابة يستشعر جين وو طاقة غريبة ومكثفة مختلفة عن أي بوابة من المستوى S تعامل معها من قبل. مجموعة من الصيادين من النقابة المحلية يصلون إلى الموقع، بينهم عدد من الصيادين من الرتبة A و B. يظهرون قلقهم حيال الدخول إلى البوابة من دون خطة محكمة. فجأة تظهر الوحوش العملاقة. هذه الوحوش تبدو وكأنها جزء من عالم آخر، فهي أكبر حجماً وأكثر وحشية من الوحوش التي قابلها جين وو في الماضي. عند رؤية هذه الوحوش يبدأ سونغ جين وو في تقييم الوضع سريعاً. يحاول تحديد قوتهم باستخدام نظامه، لكنه يجد أن هذه الوحوش ليست ضمن قاعدة البيانات المعتادة للنظام. هذا يشير إلى أن الوحوش قد تكون من نوع مميز أو قد تكون أقوى بكثير من أي وحوش سابقة. في هذه اللحظة يظهر سونغ جين وو قوته كسيد الظلال، حيث يستدعي جنوده الظلال لمساعدته في المعركة. يظهر إجريس الذي أصبح جزءا من جيشه الظلال، ويبدأون في محاربة الوحوش إلى جانب سونغ جين وو. المعركة تبدأ المعركة بين سونغ جين وو وموارد الظلال ضد الوحوش العملاقة. تظهر الوحوش وهي تهاجم بسرعة وبقوة، مما يوضح أنهم ليسوا وحوشا عادية، بل أكثر تطورا من الوحوش التقليدية. ومع ذلك يبقى سونغ جين وو هادئا ويظهر مهارات قتالية متميزة في التعامل مع التهديد.